مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. والنهارده هنتكلم هل حسم ميسي الصراع التاريخي انه يكون الافضل في التاريخ؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو. كان في جوائز ذا بيست والناس ما كانش عندها توقعات كبيرة او بعيدة، لان الجوائز معظمها منطقية. انت لو هتتكلم ان بيب جوارديولا هو افضل مدير فني في العالم، فهو اللي عمله الموسم اللي فات طبيعي جدا انه لازم يكون الافضل. خد مع السيتي الدوري، وخد مع السيتي تشامبيونز ليج، وخد مع السيتي الكاس، وخد السوبر، وخد كاس العالم للأندية. الراجل من الآخر خد كل حاجة. فالطبيعي جدا ان جوارديولا النسخة الكبيرة والرهيبة من السيتي السنة اللي فاتت ان هو يكون افضل مدير فني في العالم. جائزة افضل حارس في العالم وهو اندرسون مورايش. انا بس في حاجة لازم افهمها من الفيفا ولازم افهمها في التصويت يا جماعة بينقسم لاربع حاجات: تصويت على موقع الفيفا بنسبة 25%، قادة المنتخبات، مدربي المنتخبات، وبعض الاعلاميين حول العالم. لكن الفيفا لازم يفهمني هو مثلا اندرسون مورايش موجود ليه كافضل حارس في العالم ومش موجود في التشكيله؟ ما هو الطبيعي التشكيله دي اللي بتضم افضل لاعب في العالم. زي 2018 صلاح ثالث افضل لاعب في العالم بعد مودريتش وكريستيانو رونالدو، وهو يبقى الثالث ومش موجود في التشكيله. طب اللي هو ازاي؟ اندرسون مورايش بصراحه عمل موسم كبير جدا، انقذ السيتي في مواقف كتير سواء في الدوري سواء في تشامبيونز ليج، وكمان الراجل بقى ريفرنس للحراس الجداد، لانك ازاي بتلعب برجلك وازاي متمكن بالشكل ده وبتساعد الفريق، وبقى كل الحراس الشباب واللي طالعين جداد بيتعلموا منه. فهو افضل حارس في العالم باقتدار. نيجي للنقطة اللي الناس كلها عمالة تتكلم عليها: ليونيل ميسي. ميسي خد افضل لاعب في العالم، وفي جوائز ذا بيست ميسي كده واخد 3، وبعديه رونالدو وليفاندوفسكي، ده مرتين وده مرتين. انا ما عنديش مشكله خالص في اختيارك لميسي، لكن ميسي احنا شفناه مع باريس سان جيرمان بعيد جدا عن نسخه ميسي، وهو باعترافه ان دي ما كانتش الفتره بالنسبه له الافضل. صحيح خد مع منتخبه كاس عالم وقبليها كوبو امريكا، لكن انت برضو لما تيجي تحطني وتقول لي انا بديله افضل لاعب في العالم، يبقى هو عمل كل حاجه. وانت لما اديتها لمودريتش 2018 رغم انه كان وصيف العالم، فمودريتش كان خد كل حاجه، كان خد الشامبيونز ليج ووصيف العالم، وكانت خطوه تقربه ليبقى بطل العالم. اختيارك لمنافسين ميسي اللي انت بتتكلم على كيليان امبابي وهالاند. هالاند عمل موسم فظيع جدا مع السيتي السنه اللي فاتت، والناس كلها سمته الريبوت راح الريبوت جه الريبوت عمل. انا مش عارف اختيار كيليان امبابي جه التالت على اساس ايه؟ على اساس ان الراجل خارج من دور ال 16 في تشامبيونز ليج، وكمان هو بيلعب في الدوري الفرنسي، وباريس سان جيرمان طبيعي هو اقوى فريق في فرنسا انه ياخد الدوري الفرنسي. لكن هو ايه الانجاز الفردي اللي عمله كيليان امبابي يستحق يبقى الثالث؟ بصراحه ظلم كبير لفينيسيوس جونيور انه ما يكونش من افضل 3 لعيبه في العالم بعد الموسم الخرافي اللي عمله مع ريال مدريد. هتقول لي ما ريال مدريد يا عم كسب الكاس بس وصل بفريقه لقبل نهائي تشامبيونز ليج واتغلب من السيتي اللي هو البطل، وعمل ماتشات كبيره وتاريخيه، وقبليها كان عامل مع ريال مدريد موسم اعجازي وخدوا اصعب نسخه في دوري ابطال اوروبا في تاريخ ريال مدريد. يبقى الراجل كان يستحق انه يبقى موجود رقم 3 على الاقل. الناس كمان هنا في مصر زعلانه ان ازاي صلاح مش في القائمه النهائيه. اخر حاجه عايزين نقولها: الناس بتقول هل كده اتحسم الصراع ما بين ليونيل ميسي وما بين رونالدو، ان رونالدو خلاص بعد شويه عن ميسي؟ صراع الافضل في التاريخ هيفضل خناقه اجيال طول ما احنا بنشجع كوره. الجيل اللي حضر مارادونا وبلاي هيقول دول افضل في التاريخ، والجيل اللي حضر كريستيانو وميسي هيبقى الافضل في التاريخ. والخناقه سواء في الخمسينات او الستينات او السبعينات او الثمانينات كانت ما بين مارادونا وبيليه، والنهارده الخناقه ما بين ميسي ورونالدو. فصراع الافضل في التاريخ هيفضل للمشجعين. ايه هيفضل المشجعين؟ المشجع هيبقى بالنسبه له طول الوقت ميسي الافضل في التاريخ، وهو لو بيحب رونالدو هيقول الافضل في التاريخ، ولو الناس القديمه هتقول مارادونا الافضل في التاريخ، والناس اللي قبلها هتقول بيليه الافضل في التاريخ. وهنا انتهى كلامنا عن جائزة ذا بيست. مع السلامة.